بعد الفيديو ده مش هينفع اي حد يقول على نفسه ان هو وحيد، لان جوه كل واحد فينا جيش كامل ربنا خلقهوله بيقدر يدافع عنه ضد اي مرض ممكن يجيله. بس للاسف احنا عندنا شوية عادات غلط بنعملها بتدمر الجيش ده. بس لو بتحب الزبادي فانت هتحب الفيديو ده قوي معايا، لان دلوقتي ظهر مصطلح جديد حلو جدا، واللي انا شايفه ان هو من احسن الاعجازات العلمية، وابتدت كمان تتباع في كبسولات وتتحط في الصيدليات وسموها بروبايوتكس. هي ايه البروبايوتكس دي؟ بس في معلومه مهمه قوي عايزه اكد عليها، هقولها لكم في اخر الفيديو بخصوص البروبايوتكس. زبادي بتاكلوا معاه بكتيريا، بس ما تقلقوش، دي بكتيريا نافعه مش بكتيريا ضاره خالص. البكتيريا النافعه دي نوع من البكتيريا ربنا خلقها لينا في جسمنا عشان خاطر توازن ما بين البكتيريا النافعه واي بكتيريا ضاره تجيلنا. بتقدر البكتيريا النافعه دي تدافع عن جسمنا ضد اي مرض، تساعدنا في الهضم، وكمان تقوي لنا المناعه. مش بس كده، دي هي اللي بتساعد ان الجسم يبقى في حالة توازن، وتقلل كمان الالتهابات والستريس اللي ممكن الانسان يتعرض ليها. فيعني تحية تقدير واحترام والله للبروبايوتكس دي. دلوقتي البروبايوتكس بدأت تتباع في كبسولات في الصيدليات، هسيب لكم امثلة منها، حاجات انتوا عارفينها ومشهورة زي لينكس زي الانتيرو جيرمينيا. الاكلات بقى اللي فيها بروبايوتكس المفروض بنكون بنحافظ عليها باستمرار علشان خاطر تحمينا من الامراض وتقوي لنا مناعتنا، هي الزبادي، لبن الرايب، ومن المخللات اللي متخمره بشكل طبيعي. يعني ايه متخمره بشكل طبيعي؟ يعني مش محطوط عليها خل يقتل اصلا البكتيريا النافعه اللي احنا عايزين نستخدمها. ليها طريقه كده على اليوتيوب، ممكن احاول ابقى اعملها مره. انا عملتها مع نفسي، يعني قصدي نعملها في فيديو. بس كل الفكره اللي فيها ان احنا بنجيب مثلا الملفوف اللي هو الكرنب الاحمر ده، وبنحطه في ميه ننقعه، ونحط عليه شويه ملح ونسيبه ينزل كل الميه اللي فيه، وبعد كده بناخده نعصره ونحطه في برطمان يكون نظيف جدا، ونبص عليه كل يومين ثلاثة، وبعد كده نقدر ناكل منه ويكون متخمر بشكل طبيعي جدا. غير الحاجات اللي بيتحط عليها خل وبتتخلل بقى لفترات طويلة والحاجات دي، لا لا لا، دي مش متخمرة طبيعي ولا فيها بروبايوتكس ولا تقرب لها خالص. فحاولوا تزودوا من اكل الاكلات دي بشكل مستمر علشان خاطر تحافظوا على جسمكم وعلى نفسكم، او تاخدوها في صورة كبسولات.